بيبدأ المسلسل بتاعنا بالبطلة لما بتشوف حبيبها واللي بيكون بينهم علاقة حب بيخونها مع واحدة من البنات، ولما بيقعدوا بعد كده بقى علشان يتكلموا وتعرف منه السبب فبيقولها بصي هو انا لسه عيل صغير كده على قدي واي بنت الصراحة بتلفت نظر، وبتكون البطلة زعلانة بس هو بيكون مش مهتم وشايف الموضوع عادي وخلاص. علشان كده هي بتقرر تقوم وتسيبه وتمشي، بس هو بيروح وراها بسرعة وبيحاول ان هو يصالحها، بس هي بتقوله ان هي برضه لسه صغيرة في السن واول شاب هتقابله هتمشي معاه، وبتسيبه وبتمشي وهي منهارة من العياط. بس في الوقت ده بيخبط فيها البطل، ولما بيلاحظ الخلافات اللي بينها وبين حبيبها بيقرر ان هو يساعدها، فبياخدها وبيمشوا وبيسيبوا الواد ده محروق متغاظ. بتروح تقعد مع البطل طول الليل وبيشربوا عصير ليمون كتير، وتاني يوم الصبح بقى بتصحى علشان تلاقي نفسها في بيت البطل، وبتتخض على طول اول ما بتلاقي نفسها هناك، وبتقول بقى انا هنا بعمل ايه، ولا انا ايه اللي جابني، انا ايه اللي جابني. فبتاخد نفسها من سكات كده وبتحاول انها تهرب من البيت من غير ما البطل ياخد باله منها، وفعلا بتقدر انها تهرب من غير ما هو يشوفها. وبعد مرور 3 شهور بتروح البطلة بتاعتنا علشان تتدرب في مكتب، وهناك بتتفاجئ ان البطل يبقى هو المدعي العام المسؤول عن المكتب ده. ومن اول يوم بقى وبيكون واضح قصة الحب اللي ما بينهم، بيمسكها يهرها شغل، هو الصراحة مش بيهرها شغل، هو مديها شغل المكتب كله تقريبا، وبيقول لها ان هو هيحاول يخليها عندها خبرة في الشغل وكده، وهو في الحياة بيحاول يطلع عينيها. فهي بتكون زهقانة منه بس بتقول شكرا يا اسطى حبيب ربنا يخليك. ومن كتر ضغط الشغل عليها بتدخل في خناقات مع زمايلها في المكتب، وبتخرج بعد كده علشان تقعد في جنينة المكتب، وبيكون باين عليها انها ما عادتش بتهتم بنفسها بسبب كتر الشغل. ومن حسن حظها بقى هنا بتتفاجئ لما بتلاقي ان حبيبها السابق والبنت اللي بيحبها جايين عليها، وبيكونوا بيتدربوا معاها في نفس المكتب، وبيقول لها حبيبها ان انت شكلك بقى وحش قوي، وبيطلب منها كمان انها تستحمى وتغسل شعرها كده بدل ما هي شبه سوكا العبيط. بس البطل بتاعنا بيشوفها من بعيد وبيعرف ان هم بيتبردوا عليها، علشان كده بيروح لهناك وبينادي عليها، بس هي بتتخض ومن كتر الرعب بتقول له والله العظيم ما هربانه من الشغل، انا بريح باكل. فبيقرب منها كده وبيقول لها على الرغم من ان شكلك معفن وكده بس انت الصراحه جميله قوي، وده بقى اللي بيخلي حبيبها يزعل، فبياخد البنت اللي معاه وبيمشوا من سكات. اما البطله فهي من كتر الصدمه الاكل كان هيقف في زورها، لانها مش متخيله ان البطل بيعاملها بحنيه بعد ما كان مطلع عينها من شويه. وكفايه بينا رومانسيه بقى على كده، وبتبدا الاحداث لما بتكون البطله بتاعتنا في البيت بتاعها، بس فجاه النور بيقطع، علشان كده بتقرر انها تنزل تتمشى شويه في الشارع وبالمره تشتري حاجه تشربها. بس لما بترجع بعد كده لبيتها وبتدخل الشقه بتتفاجئ ان حبيبها السابق مقتول في قلب الاوضه بتاعتها. هنا بقى البطله بتلبس هي جريمه قتله، وبيكون حبيبها كده قدر ان هو يقرفها في عيشتها وهو عايش وهو ميت. وبتروح بعد كده للمحكمه ومش بتلاقي اي حد يساعدها، فبتقرر انها ترن على البطل علشان يلحقها، وبيكون مفكرها متهمه في جريمه شرب عصير ليمون او سرقه، بس هي بتقول له لا يا اسطى والله انا متهمه في جريمه قتل. فبيقول لها قتل؟ انت شاربه ايه بس، انت مكتره عصير ليمون صح؟ وبيدخل بقى في هستيريا من الضحك لانها هبله. ولما بيروح بعد كده الاسم بيكون جاي بنفسه علشان يضربها، وبيقول لها الله يحرقك ايه اللي انت عملتيه ده. فبتقول له يا اسطى والله العظيم ما عملت حق، بص انا رحت لقيته كده والله، وانا نزلت اجيب كوبايه قهوه ورجعت لقيته مرمي مقتول، اساله حتى. المشكله بقى في الوقت ده ان اللي مات يبقى هو ابن رئيس الادعاء ذات نفسه، علشان كده بيدور على افضل شخص يقدر يرجع له حق ابنه، ومش بيلاقي افضل من البطل، علشان كده بيعينه وبيطلب منه ان هو يرمي البطله في السجن للابد، وانه لو ما عملش كده هيترفد من الشغل بتاعه. وبيروح بعد كده البطل بتاعنا للبيت بتاعها، وده علشان يحقق في الجريمه، وبيكون معاه واحد مساعد ليه. بس اثناء ما هم بيدوروا على اي حاجه في البيت لقوا مذكرات البطله، واول لما بيفتحها البطل بيلاقي ان كل اللي جواها شتيمه فيه، فالمساعد بتاعه بيقول له واضح انها كانت عاوزه تقتلك انت مش حبيبها. وبعد كده البطل بيلاقي سلاحين، واحد من السلاحين دول لقاه في بيت البطله، اما السلاح التاني فقدر ان هو يلاقيه على بعد كيلو متر من بيت البطل، والاتنين عليهم دم القتيل، فبيعرف ان الموضوع مفبرك وانها بريئه، علشان كده بيقرر ان هو يدافع عنها قدام المحكمه، وبيقول ان سلاح الجريمه مفبرك وان الادله مش كافيه، وبيقدر ان هو يطلعها براءه، علشان كده بيطرد من اكتر شغلانه هو بيحبها، وبيلم كل الحاجه بتاعته اللي موجوده في المكتب وبياخدها وبيمشي. بس وهو ماشي بتقابله البطله وبيقول لها ان هو كان يوم اسود يوم ما اتعرف عليها، وان هو ما عادش عاوز يشوف وشها تاني. بس قبل ما يمشي هي بتقول له انها سمعت صوت لحن المجرم، وده كان هو بيغنيه لما كان ماشي بالعجله بتاعته يوم الجريمه، وكمان سمعت اللحن ده اثناء ما كانت في المحكمه. هنا بقى البطل بيتفائل كده وبيقول لها ان احنا لقينا الحل، انا هجيب لك كاميرات المحكمه وانت هتتعرف عليه. فبتقول له طب ما في مشكله تانية، انا ما شفتش وشه. فبيقول لها خلاص طب شكل
العجله بتاعته كان ايه، فبتقول له ما في مشكله تالته بقى، هو العجل مش كله بعجلتين وخلاص. فهو مش بيلاقي شتيمه مناسبه فبياخد بعضه وبيسيبها من سكاته وبيمشي، وهي بعدها ما بتشوفش وشه بعد كده. وبيروح بعد كده البطل علشان يشتغل اكتر شغلانه بيكرهها الا وهي المحاماه. يعني بعد ما كان هدفه ان هو يخلي الناس تتسجن اكبر مده، دلوقتي هدفه ان هو يطلعهم براءه. وبعد فتره بيتقابل البطل مع البطله مره تانية داخل المحكمه، وبتكون هي اشتغلت محاميه، وبيكونوا هما الاتنين محامين، وهما دلوقتي في قضيه ضد بعض. بس في الوقت ده بيبدا يظهر المجرم اللي بوظ حياه البطله مره تانية، وبيسيب لها ملف فيه كل المعلومات عنها، وبيقول لها ان هو مش هيسيبها في حالها لو ما بطلتش انها تطرده. علشان كده في الوقت ده البطله بتخاف وبترن على البطل وبتحكي له عن اللي حصل. فبيروح لها البيت عندها بسرعه وبيقول لها ان هو هيحميها وهيمسكوا المجرم سوا، وبياخدها بعد كده معاه البيت بتاعه علشان تبقى في حب وحناقه في امان وسلام. وبيبداوا هما بقى يتعرفوا على بعض اكتر، وبيحكوا لبعض عن قصص حبهم، وبتتشد البطله ليه اكتر ما هي مشدوده اصلا، وبيساعدوا بعض في شغل البيت. وبعد كده بتعرف البطله منه ان والده ووالدته توفوا في حريق وهو طفل، علشان كده ناس تانية هما اللي ربوه. وبتعرف منه كمان ان اصحاب عمره اللي بيحبهم خانوه، وكان من ضمنهم حبيبته القديمه. بس بعد كده بيقرر البطل بتاعنا ان هو يكبر شغله، وان هو يفتح مكتب للمحاماه ويعين معاه مجموعه من الموظفين. وطبعا اول موظفه هتكون هي البطله. وبيبداوا بعد كده الشغل، واول قضيه بتجيلهم بتكون ان هم يدافعوا عن متهم في جريمه قتل. وفي الوقت ده بتظهر حبيبه البطل القديمه، وبتكون هي المدعي العام والمسؤول عن المجرم كمان. بس البطل بيقدر ان هو يفوز عليها، وبيقدر ان هو يطلع المتهم براءه لان الادله مش كفايه. وبيقعد بعد كده علشان يحتفل مع اصحابه والتيم بتاعه، بس الاحتفال ده مش بيكمل للاسف، لان البطل في الوقت ده شخص بيرن عليه وبيعرفه ان المجرم ده بيحور عليهم وان هو مش بريء، وكمان بيعرفه ان هو اللي قتل حبيب البطله قبل كده. وبيبدا البطل بتاعنا ان هو يجمع التيم بتاعه تاني ويدوروا على جرائم القتل اللي حصلت قبل كده، وبيقدروا ان هم يتواصلوا لان المجرم ده ليه جرائم قتل قبل كده، وده لانه بيستخدم نفس السلاح اللي استخدمه في قتل حبيب البطله. وبنعرف كمان ان هو كان يومها عاوز يقتل البطله مش حبيبها، وده لانه كان بيرتكب جريمه قتل، وفكر ان البطله شافته وهتشهد عليه، بس هي اصلا عبيطه ولا شايفه حاجه. ولما المجرم راح لبيتها علشان يخلص عليها كانت هي مش هناك، واللي كان هناك حبيبها، علشان كده المجرم قتله. بس الفكره دلوقتي ان البطل بتاعنا مش قادر ان هو يمسك اي دليل على المجرم. وبعدها بفتره المجرم بتاعنا بيتمادى وبيحاول ان هو يقتل شخص بيبقى قريب من البطل، وقدر المجرم ان هو يصيبه اصابه خطيره، وبعدها بيروح المستشفى. وللاسف بيعرفهم الدكتور ان الشخص ده حالته خطيره، وللاسف مش هيبقى قادر ان هو يمشي طول حياته. بس البطل بتاعنا بيقدر ان هو يوصل لسكينه عليها بصمات المجرم، وده اللي بيقدر ان هو يبلغ البوليس عنه. ولما بيروح البوليس للبيت اللي مستخبي فيه المجرم بيحاول ان هو يهرب منهم، وبيخرج علشان يجري في الشارع، بس للاسف وهو بيجري بتخبطه عربيه، وبياخدوه بعد كده على المستشفى، وبيكون حالته خطيره وعنده نزيف في بطنه مش هيفوق غير بعد فتره. وطول الفتره دي بيبقى البطل والبطله بيقضوها خروجات سوا، وبيجيبوا لبعض هدايا، وبيكونوا مبسوطين قوي وبيعترفوا بحبهم لبعض. بس في يوم لما البطل بتاعنا بيدور في سجلات حادثه اهله اللي ماتوا، بيكتشف ان ابو البطله كان هو المتهم في الحريقه اللي اهله ماتوا بسببها. وبعد كده بيقول البطل الحقيقه ديت للبطله، وبيقول لها كمان ان هو مش زعلان منها لان ملهاش ذنب في اللي حصل، بس هي بتزعل وبتقدر انها تنفصل عنه وبتسيبه وبتمشي وهي بتعيط. ونروح للمجرم اللي لما بيفوق بيكون عنده فقدان ذاكره ومش قادر يتذكر غير معلومات قليله جدا، وبيقدر ان هو يهرب من المستشفى. وبيروح بعد كده لبيت البطل وبيقول لها بص يا بنت الحلال، انا عليا الطلاق ما فاكر اي حاجه، انا مزاجي جايبني ان انا اقتلك. بس هو قبل ما يعمل اي حاجه ولا يجي يمها بيدخل البطل بتاعنا علشان يلحقها، وبيبدا ان هو يضرب المجرم ده، وبتدور بينهم خناقه عنيفه. وبيقدر البطل بتاعنا ان هو يضرب المجرم ده، وبيجي البوليس بعد كده وبيقبضوا عليه. بس البطل بتاعنا للاسف بيكون اتصاب ورايح في الاسعاف للمستشفى، واثناء الطريق بيتذكر حاجه مهمه، وهي ان ابو البطله انقذه من النار وهو صغير، وان هو ما كانش السبب في موت اهله، بالعكس هو مات وهو بيحاول ينقذهم. بس للاسف رئيس الادعاء كتب ان هو اللي عمل الجريمه ديت، بما انه مات علشان يداري على ناس تانية. وبكده بيرجع البطل والبطله بتوعنا لبعض مره تانية، وهما محدش زعلان من التاني. اما المجرم فبيبدا معاه التحقيقات علشان يعرفوا سبب ارتكابه للجرائم ديت، وبيكون رافض ان هو يقول لهم في الاول، بس في النهايه يعني بيعرفهم السبب. والاسباب ديت ان هو بيقتل الاشخاص ديت انتقاما منهم، لانهم اتسببوا في اذيه حبيبته زمان وماتت بسببهم، وهو للاسف كان ايامها جبان ومعرفش ان هو يساعدها ولا ينقذها منهم. وكالعاده للاسف الاشخاص ديت طلعت براءه، وهو معرفش ان هو يثبت اي تهمه عليهم، لان اهلهم اصحاب نفوذ وسلطه، علشان كده قرر ان هو يقتلهم كلهم. اما البطل والبطله بتوعنا بقى فرجعوا لحياتهم الطبيعيه مره تانية، والبطل رجع ان هو يشتغل مدعي عام مره تانية، بينما رجعت البطل علشان تشتغل محاميه، وده كان سبب
الخلاف بينهم لان كل قضيه البطله بتترفع فيها المجرم كان بيتسجن، وده لان البطل بيكون هو المدعي العام، وبيتفقوا البطل والبطله على انهم هيتجوزوا ويكملوا حياتهم سوا. بس البطله بيكون عندها شرط واحد، وان البطل يسيبها تكسب القضيه، وده حقها بصراحه يعني. وبكده اقدر اقول لكم خلص المسلسل بتاعنا. ما تنسوش لو عجبك بقى اللايك والاشتراك، ويلا سلام يا اخواتي.